السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هل شاهدتم كيف أوقف المنتخب المغربي منتخب البرازيل؟ وهل أصبح أسود الأطلس من أبرز المرشحين للتأهل من المجموعة الثالثة؟ مباراة قوية ومثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وشهدت تألق العديد من النجوم من الجانبين. تابعوا معنا هذا الملخص الكامل والتحليل بعد المباراة. بدأ المنتخب المغربي المباراة بثقة كبيرة أمام منتخب البرازيل، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026. ومنذ الدقائق الأولى ظهر أن أسود الأطلس لم يدخلوا المباراة من أجل الدفاع فقط، بل سعوا إلى فرض أسلوبهم والبحث عن التسجيل. وفي الدقيقة 21 جاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور المغربي. هجمة منظمة بدأت من براهيم دياز، الذي قدم تمريرة رائعة وضعت إسماعيل صباري في مواجهة المرمى ليسدد الكرة بنجاح، معلنا تقدم المغرب بهدف دون رد وسط فرحة كبيرة من الجماهير المغربية. بعد الهدف حاول المنتخب البرازيلي العودة سريعا إلى أجواء اللقاء، وبدأ في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص. وفي الدقيقة 32 نجح النجم فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ياسين بونو من التصدي لها. انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع أفضلية طفيفة للمنتخب المغربي من حيث التنظيم والانضباط التكتيكي. في الشوط الثاني دخل المنتخب البرازيلي بقوة أكبر، خاصة بعد التغييرات التي أجراها المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث تحسن أداء السيليساو وازدادت الخطورة على مرمى المغرب. لكن الحارس المغربي ياسين بونو كان في الموعد، حيث تصدى لعدة فرص خطيرة وأنقذ منتخب بلاده من استقبال هدف ثان، مؤكدا مرة أخرى أنه من أفضل حراس المرمى في العالم. من جهة أخرى واصل براهيم دياز وإسماعيل صباري تشكيل الخطورة على دفاع البرازيل من خلال الهجمات المرتدة السريعة والتحركات الذكية بين الخطوط. أما عن نجوم المباراة فقد كان إسماعيل صباري من أبرز اللاعبين بعد تسجيله هدف المغرب وتقديمه أداء هجوميا رائعا، كما تألق براهيم دياز بصناعته للهدف وقيادته للهجمات المغربية. وفي الجانب البرازيلي كان فينيسيوس جونيور أفضل لاعبي منتخب البرازيل بفضل هدفه وتحركاته المستمرة على الجهة الهجومية، بينما استحق ياسين بونو إشادة خاصة بعد تصدياته الحاسمة التي حافظت على نتيجة التعادل. من الناحية الفنية نجح المنتخب المغربي في تطبيق الضغط العالي وإرباك خط وسط البرازيل خلال فترات طويلة من المباراة، كما استغل المساحات خلف الدفاع البرازيلي بشكل ممتاز، في حين اعتمد المنتخب البرازيلي على المهارات الفردية والاستحواذ للعودة في النتيجة. وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي نتيجة تعتبر إيجابية للغاية للمنتخب المغربي أمام منتخب بحجم البرازيل. هذا التعادل يمنح أسود الأطلس دفعة معنوية كبيرة، ويؤكد قدرتهم على المنافسة بقوة من أجل التأهل إلى الدور القادم من كأس العالم 2026. ما رأيكم في أداء المنتخب المغربي؟ وهل تتوقعون تأهل أسود الأطلس إلى الدور المقبل؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.